السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله عاملين مع بعض صينية بطاطس. بحب دايما أوريها لكم أنا بعملها إزاي أو المكونات بتاعتي إزاي. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. معانا طبعا بصل ومعانا طماطم أهو بكل التوابل بتاعتنا. طبعا شوية من فلفل وشوية من توم بودر وبصل بودر وشوية من بابريكا وطبعا شوية من الكمون شيء أساسي وشوية طبعا من الجنزبيل وإيه كمان. ومعانا طبعا البصل بتاعنا بصلتين كبار زي كده نفس الشكل، وطبعا الصلصة بتاعتنا، وادي كمية البطاطس. نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه طبعا احنا بنبتدي بيها، وطبعا اللحمه دي بتاعتنا اللي احنا مطلعينها هنعملها معاها كفته، وهنشوف المكونات بتاعتها بايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي البطاطس طبعا بنحط البصل بنفس الطريقه كده، وبحط بعد ما بقلب كل المحتويات بتاعتنا دي اللي هي كل التوابل، البابريكا مع الكمون مع بصل بودر مع توم بودر مع ملح مع كله، بحط منها معلقتين من الصينية كده في قعدة الصينية، ده نفسها بتديها طعم حلو جدا في قعدة الصينية عن ما بتعمليها من فوق. وبالرص بعد كده البطاطس. مم. كده رصينا البطاطس الرق الأول، وبعد ما رصيناه هنضيف عليه برضو باقي البصل بتاعنا اهو. وبعد كده هنضيف عليه القوطة بنفس الطريقة كده. مم. وبعد كده هنضيف تاني عليها الرق التاني. انتوا عارفين في الشتاء دي كمان البطاطس بتبقى جميلة جدا عن اي موسم زي الصيف مثلا، فبنحب دايما نعمل فيها صينية البطاطس. بعد كده حطينا الرق ده هنضيف عليها تاني باقي البصلة. وبعد البصلة بنحط باقي القوطة كده. ده الشكل بتاعها كده. وبعد ما رصيناها طبعا هنولع لها البوتاجاز، وبعد كده بنحط الشوربة بتاعتنا. بنحط طبعا معلقتين من السمنة. السمنة مع شوية من معلقتين الزيت، تبقى حلوة فيها الزيت كده.
طبعا تحبي تحطي لها معلقة من الصلصة. نفس الشكل. أما بالنسبة للحمة دي زي ما قلت لكم هنعملها كفتة. هنضيف لها شوية من كل التوابل بتاعتنا، شوية من الكمون وشوية من الكزبرة وشوية من الفلفل الأسود وشوية من الملح، وهنعجنها مع شوية من البقسماط، وهوريها لكم هنعملها ازاي. ونقول بالهنا بالشفا. دي صينية البطاطس كده.